في لحظات في حياتك بتسيب علامة وبتفضل محفورة جواك سنين، وخصوصا لما بيجي من أقرب الناس ليك. القصة اللي معانا دي حقيقية وحصلت بالفعل، بس مش أي حد يقدر يتحملها. القصة معانا بتقول: كنت طفل صغير عندي 6 سنين لما أمي قررت تسيبني. سابتني عند جدتي ومشيت وقالت لي أنا رايحة أشتغل وهبقى أرجع لك. واستنيتها سنين، كل يوم أقف على الباب مستنيها، وكل يوم بيروح وانا على امل ترجع بس مرجعتش. كبرت وانا شايل وجع، شايف كل الامهات بتجيب ولادها من المدرسة وتشتري لهم لبس العيد، وانا جدتي كانت بتعمل اللي تقدر عليه، بس كنت حاسس ان في حاجة ناقصة. مش اي حاجة، دي الام. مرت السنين، اجتهدت في دراستي، كبرت وبقيت دكتور. كنت فاكر ان لما انجح هنسى، بس الحقيقة النجاح وجع اكتر، لان مفيش حد من اهلي كان معايا في اللحظة دي. وفي يوم بعد ما اتشهرت واتكرمت، لقيتها جاية، امي، بدموعها وبتقولي وحشتني، كنت بحاول أأمن لك مستقبلك. طيب فينك؟ فين حضنك؟ فين سندك؟ مردتش عليها، بس قلبي كان بيصرخ. مش عشان رجعت، لا، عشان اتأخرت. القصة دي مش عشان تكرهوها ولا عشان تحكموا، القصة دي عشان تعرفوا ان في قلوب بتوجع، ومش كل حاجة بتتعالج بالوقت. طبعا انا هستنى رأيكم في الكومنتات. ويا ريت كل شخص فيكم يحط نفسه مكانه يعني. وانا في نهاية الحلقة متأذيش حد بحجة انك بتحبه، بعدش وتفكر ان الغياب مش بيوجع، لا بيوجع. يمكن انت شايفه غياب، بس هو شايفه خيانة. لو عندك حد بتحبه قوله وطبطب عليه، ما تأخرش حضنك عنه، لان ممكن اللحظة اللي بتفوت للأسف ما تتعوضش.